بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبابي ناسي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه. راح نديروا وصفه مع بعض اللي هي عباره عن لي كيش. هاو جاي رمضان يعني، ودرتهم بطريقه مبسطه وبحشو ما يطيبش كامل، يعني كلش ساهل. في 20 دقيقه ولا نص ساعه تكوني وجدتي لا غوسيت تاعك. اول حاجه ندير في ان بول، درت رطل فارينه 500 غرام فارينه، ودرت لها 250 غرام زبده. زبدة ماشي يعني شوية باردة. قطعتها هكا باش تسهل لي يعني نخدمها مع الفارينة. فوالا بهذه الطريقة باش تجيني سهلة الخدمة. فوالا ونبسسها بيدي، بين صباعتين برك تاع يدي، ما نخدمها غير بين صباعتيا حتى تدخل مليح الفارينة في الزبدة وتكون عندي الخليط مرمل. فوالا حتى تختفي كامل الزبدة وتدخل في الفارينة. فوالا يعني انا هنا رضا الفارينة دارت لي يعني واحد كمية كبيرة تاع لي كيش. فوالا شوفوا هنا تحبي تخدمي بزوج يديك بصبعتك بهذه الطريقة، يعني تربحي الوقت تمتم. فوالا شوفوا كيفاش جا مرمل. هنا دوك واش نزيد عليه. فوالا شوفوا هنا مليح. فوالا حتى نشوف فارينة مليح دخلت في الزبدة. نزيد عليها مغرفة صغيرة ملح، ومغرفة صغيرة خردل ولا لا موتارد. هذه لا موتارد اختيارية، يعني هنا تاع النكهات، تحبي ديري اعشاب منسمة. وندير مغرفة صغيرة خميرة كيميائية، الخميرة تاع الحلوى ندير منها مغرفة صغيرة. راح تجي العجينة تجي بزاف هشيشة وتجي هايلة. فوالا نحطها ونخلط المزيج مع بعض. فوالا خلطة خفيفة. وهنا عندي البيض، ندير 2 حبات. ندير البيضة الأولى الثانية، نخلطهم مع بعض إلى تلمت لي العجينة اللهم بارك. إلا خصتها شوية نكمل لها بالحليب. حليب يا ربي واحد 4 مغارف ولا 5، وتلمي فقط. هنا ما فيهاش دليك. كما تعرفوا لاباط صابلي ولا لي بات هادو تاع لي كيش ولا لي تحت ما يندلكوش، يتلموا برك. فوالا نخلطهم مع بعض، نلم بهم العجينه، نلم غير بصبعتيا برك. فوالا هنا ظهر لي ما خصني شويه، انا ما زيدش نكمل بالبيض، نكمل غير بشويه حليب ولا ماء. فوالا نزيد غير شويه حليب بشويه برك. ما لازمش تكون العجينه لاصقه وماشي يابسه، تكون طريه بصح يعني شويه حكمه روحها، يعني ما تلصقش في اليد. هذه هي، ما لازمش تكون عجينه لاصقه. اللم كما راكم تشوفوا هنا، نزيد شويه حليب برك. فوالا هذه تكفيني. فوالا شوفوا القوام تاعها، نلمها برك ما ندلكهاش، غير نلمها برك ونحطوها تكوتي. تحبي تخليها تريح يعني ما فيها بس، تحبي تخدمي مباشرة. انا خليتها في البول تاعها، غطيته بالنيلو وخليتها ما بيد نوجد لاباغاي كيش. فوالا نخليها نغطيها بالنيلو ونخدم لاباغاي كيش. عندي هنا 2 علب ياغورت طبيعي، تحبي ديري لا كريم فريش، تحبي ديري نص كاس حليب. فوالا عندي 2 علب.
نزيد عليهم الجبن بهذه النوعيه. انا درت جبن شاف، تحبي ديري اي نوعيه، ليسونسيال جبن كريمي كميه اللي حبيتي. نخلطو مليح مع الياغورت ناتور حتى يتجانس الخليط. الجبن الذوق اللي حبيتي. فوالا بهذه الطريقه حتى تخلط لي مليح المزيج. ونزيد عليهم 2 حبات بيض. يعني هذه الكميه تاع لاباغايا كيش جاتني سوا مع لي كيش اللي خدمتهم مع لو فون دو تاع دو كيش هذوك. نخلط هنا عادي، ندير عليها ملح فلفل الكحل، يعني واش حبيتي زيدي عليها. تقدري ديري توم بودره، يعني نكيها كيما حبيتي. فوالا انا هنا خدمتها بالطون تاع الزيت. حبيتي ديريها ما حبيتيش الطون تقدري ديري فيونداشي لحم مرحي، طيبيه حمسيه في المقله مع شويه بصل وزيديهولو. ولا دجاج قطعيه مكعبات صغار وطيبيه تانيك في المقله وعاودي رميه مع لاباغايا كيش. ولا كيما راني ندير انا انا درت هنا كانوا عندي غير 2 علب طون، تقدري تروحي حتى 3 ولا 4 علب. لا حبيتي الطون بزاف تجي النكهه تاعو تقدري تلحقي حتى 4 علب صغار. يعني قطرتهم مليح من الزيت ولا من الماء ونخلطهم مع بعض. يعني قلت لكم هذا الحشو ما يطيبش دقيقه يوجد، من بفيونداش يجيك تانيك هايل. نزيد شويه معدنوس، فوالا ما نكترش. فوالا ونخليه تكوتي ونولي العجينه تاعي. فوالا نولي العجينه نجيب لي مول تاوعي ما ندهنهم ما والو، باسكو لاباطاي فيها الماده اللي فيها الزبده يعني ما يلصقوش. انا ما نحلش العجينه ونقطع، يعني كل نشد هكا كرات، يعني عيني ميزاني، ونخبزها في ليمول حتى تاخذ لا فورم تاع القالب تاع لي كيش. ما نديرهاش رقيقه بزاف، يعني شويه مليحه. فوالا ونخبزها مليح، نحكم نزير مليح الاطراف. يعني سهله بزاف هذه طريقه العمل تاع لي كيش. انا بالخف وجدولي يشدوا برك في الطياب، يشدوا لك واحد 25 دقيقه الى 30 دقيقه، نص ساعه على حسب لو فوق تاعك. انا جاوني هنا في لي كيش هادو جاوني واحد 20 ولا 25 حبه تاع لي كيش. ميم الا خصاتك لاباغي تقدري ديري نص الكميه، زيدي غير حبه بيض وزيدي لها غير شويه حليب وشويه فرماج. فوالا ونكمل هكذا حتى نكمل كامل القوالب. فوالا حتى نكمل كامل القوالب ونبدا نعمر فيهم. هنا يطيبوا مع بعض، ما نطيبش لو فون دو كيش هادو لي فون تاع الوسم وحدهم، نطيبهم مع بعض مع الحشو. ما نعمرهمش حتى الفوق كامل باش ما يفيضوناش، نخلي 1 سنتيمتر ولا. فوالا تجيني واحد 2 مغارف هكذاك.
وهنا لي فون دو تاع تاع لي كيش ما نبيكيهمش بالفرشيطه، نخليهم كيما راهم. فوالا فوالا راني كملتهم. من الفوق نزيد فرماج مبشور، فرماج رابي، نديرهم غير في الوسط ونديرهم في الفرن على 180 درجة. نديرهم في الرف الوسطاني، راح يشد لكم واحد نص ساعة 35 دقيقة على حساب الفوق تاعك. هما في الاول يتنفخوا، بصح غير تخرجيهم يهبطوا شوية، يعني عادي كامل لي كيش هكذا. فوالا ونديهم للفرن. هنا شوفوا بعد ما طابوا، شوفوا كيفاش جاي شابين، جاي لا كولور دوغي شابه. نديمو ليهم، شوفوا كيفاش ديموتهم، كيفاش جايين لا كولور ما شاء الله. جات العجينه هشيشه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه نهار اليوم. نقسم لكم وحده تشوفوها. شوفوا جايين شابين بريزونطابل، ملاح بزاف في رمضان، حتى في المناسبات ديروهم صغار. نقسم لكم وحده كما قلت لكم. فوالا يعني جاي هشاش، شوفوا يتقسموا بالخف. شوفوا لاباط كيفاش جايه هايله. شوفوا هنا. فوالا ان شاء الله نتمنى تجربوا هذه الوصفه، والى الملتقى في وصفه اخرى من وصفاتي، ونخليكم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمه الله.